استكمالا لموضوع الاي اي في الفيديو اللي فات. تعرف، هل انتوا سمعتوا الفترة اللي فاتت عن مصطلح اسمه الاي اي بابل او فقاعة الذكاء الاصطناعي؟ مصطلح منتشر عموما الفترة اللي فاتت مع اي حد بيتكلم عن الاي اي. معنى مصطلح فقاعة فان في مصيبة كبيرة فشخ جاية علينا الفترة الجاية اقتصاديا، وفي الاغلب هتبقى بسبب الذكاء الاصطناعي. بس ايه بالظبط في الذكاء الاصطناعي وايه الاسباب دي وايه هي الحاجة اللي مخليه المستثمرين دول كلهم مكملين ومش فارق معاهم اي حاجة مع انهم عارفين ان في مصيبة جاية؟ ويعني ايه اصلا فقاعة وهيحصل ايه عشان تؤدي الى انفجارها اصلا؟ ده جزء من اللي هندردش فيه مع بعض النهارده. انا احمد رفاعي وده المرشد الاقتصادي بلس. عام 1982 صرح الرئيس الامريكي جورج بوش الاب لرئيس السيليكون فالي على صحيفه جولدمان ساكس بان كل الاستثمارات اللي هيعملوها الفتره الجايه هتؤدي الى استثمارات غلط، ونهى بعبارته الشهيره انه الاقتصاد يا غبي، او بمعنى تاني ما تبقاش بغل يعني حاسس ان احنا محتاجين نتكلم جد شويه. اول سؤال احنا محتاجين نجاوب عليه، يعني ايه فقاعه اقتصاديه اصلا؟ الفقاعه الاقتصاديه باختصار باينه من اسمها، هي ان حصل ثوره تكنولوجيه كبيره ففي ناس كتير متجمعين عليها وكل المستثمرين وكل الناس قاعدين بيضخوا فلوس فيها. يا الله، خريطه البصل الجديده متعدده الشفرات اللي هتخليها ان احنا نستخدمها يومين وبعد كده نرميها عشان هي مضروبه وملهاش اي لازمه في البيت اصلا. تيك ماي ماني. بس ده الدنيا ما بتمشيش كده يعني. الفقاعات عموما بيبقى ليها كام مؤشر كده معينين، بيبقى عليها ضجه كبيره فشخ وغير مبرره، وان هو ده المستقبل ودي كل حاجه جايه ومش اي حاجه تانية، يعني ده اللي المفروض تتعلمه ده بس. واي مجال ايا كان هو ايه، هتلاقي ان هو لازق الحاجه او الثوره التكنولوجيه دي فيها عشان بس ان هو يماركت بيها. ومع الضجه دي يجي المستثمرين ويضخوا كميه فلوس غير طبيعيه وغير مبرره فيها، وبعد ما يضخوا ويعملوا ويساهموا في تطوير التكنولوجيا دي يلاقوا ان مفيش عائد كبير منها اصلا، فبالتالي لما يلاقوا حاجه زي كده يسحبوا استثماراتهم في فقاعه الفجر. وده تبسيط مخل مش اكتر. بيبقى في فقاقيع زي فقاعه مش عايز تطلع. فقاعه السكه الحديد. اللي حصل في وقت الثوره الصناعيه ان يبقى في تطور كبير فشخ في النقل والمواصلات عموما، فقرروا ان هي دي المستقبل وان احنا هنحط السكك الحديد في كل حته، ايا كان بقى هيستفيدوا منها ولا مش هيستفيدوا منها. استثمر دلوقتي احسن ما نخسر بعدين. بالتالي اماكن كتيره ملهاش لازمه وصل لها السكك فقاعه انفجرت. او فقاعة 2008 لما سوق العقارات انهار بسبب شركات التأمين وكمية الاستثمارات اللي شركات كتير عملتها في الوقت ده وخلت الفقاعة تنفجر. او اخر فقاعة واللي هي دلوقتي بتتقارن بفقاعة الاي اي، فقاعة الدوت كوم. وقت ظهور الانترنت ظهر حاجة اسمها الدوت كوم اللي هو مشهور عندنا دلوقتي في اي موقع، بس الفكرة ان كان بيتقال ان هو ده المستقبل وكل حاجة تبقى متحورة حوالين الدوت كوم ده. وعشان نقدر نسرع عملية تداول البيانات في الانترنت فدخلنا الكابلات الفايبر في التسعينات. حصل تدفق كبير فشخ للكابلات وقتها في امريكا كلها، بس بما ان دي ثورة تكنولوجية جديدة فبقى في تطورات كتير فيها. فمع الوقت بدل ما انت كنت عايز 10 كابلات عشان توصل النت، لا انت بقيت محتاج كابلين بس. بالتالي كل الكابلات دي راحت في داهيه، وبالتالي كل الشركات خسرت، بالتالي فقاعه انفجرت. فاحنا دلوقتي داخلين على فقاعه من الفقاعات دي بالظبط، بس الفكره ان هي في الاغلب ان هي هتبقى اقوى من كل دول، وكل ده بسبب سام التمان. الراجل ده عمل مصايب كتير فشخ عموما هنجيلها قدام في الفيديو، بس الفكره ان هو من ناحيه البيزنس الراجل ده كلب اقناع، يعني ممكن يعمل حاجات كتير فشخ بدون ضمانات واضحه لكل المستثمرين اللي موجودين، بس وانس ان هو قادر ان هو يهندل اللي قدامه هو ده بالظبط كل اللي مطلوب. وان الراجل ده طلع حاجه هي ما كانتش جاهزه اصلا ان هي تظهر للعالم. كل ده حط سوق الاي اي بل والعالم كله في مصيبه كبيره، لان الاستثمارات اللي بتتعمل دلوقتي هي مفيش منها عائد حقيقي. فيقوموا عاملين ايه؟ عاملين حاجه اسمها الاستثمارات الدائريه. فبصيت على الرسمه دي هتلاقي ان كل الاستثمارات اللي بتتعمل عباره عن لوب بترجع وبتلف وتلف 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 وترجع تاني وهكذا. كل ده بس عشان يزيفوا الارقام وان يا جماعه تعالوا استثمروا عندنا. انتوا دلوقتي لو ما استثمرتوش في التكنولوجيا الكبيره فشخ دي فانتوا مش هتلحقوا تاخدوا حته من الكيكه وممكن تنهاروا. في اوراكل تروح تستثمر في انفيديا، انفيديا تروح تستثمر في مايكروسوفت، مايكروسوفت تستثمر في اوبن اي اي، اوبن اي اي تروح تستثمر في اوراكل. ونبدا نعيد الموضوع ونعيد الموضوع، وكل ده بيستف الورق بتاع الشركات بشكل ما ان هي تبقى ظاهريا عندها ايرادات كتير، لكن الحقيقه ان هي مفيش فلوس حقيقيه بتخش لهم، هي منهم فيهم. انا خدت منك برتقانه قمت مدي اللي جنبنا برتقانه، من اللي جنبنا مديك برتقانه قمت انا واخد برتقانه تاني. حرفيا ده اللي بيحصل، وده عشان فعلا لحد دلوقتي محدش عارف يجيب استثمارات حقيقيه من الاي اي ازاي. بس ما عندهمش مشكله ان هم يضخوا تريليونات الدولارات بس عشان القطر ما يفوتهمش. واكتر مستفاد في الايرادات دي والاستثمارات دي واللي كل الاستثمارات بتلف وبترجع له هي انفيديا.
انفيديا في 2020 القيمه السوقيه بتاعتها كانت عباره عن 420 مليار دولار بس من ساعه ما اوبن اي اي طلعت شات جي بي تي والايرادات زادت جدا على كروت الشاشه، فانفيديا للسبب ده القيمه السوقيه بتاعتها زادت. وقيمه انفيديا السوقيه دلوقتي هنحط نفس الاربعه بتاعت المليار وهنحط جنبها صفر، والتاني الثالث الرابع الخامس الثامن 12 4 تريليون دولار دلوقتي قيمه انفيديا السوقيه. انا زودت صفر عموما يعني عادي مش فارقه، يعني هيجي كده كده. انا عديت الاصفار بس عشان انت لما بتقول تريليون بتبقى اللي هو تريليون، لكن لازم تدرك ان هي عدد الصفار ده، وان فعلا كل دي فلوس تتحرق على مراكز بيانات وكهرباء حرفيا ممكن تنور قارات. كل ده وهم مش عارفين بالظبط يجيبوا الفلوس منين. ومع الوقت اكيد هيحصل تطور كبير، ومع الوقت هيبقى احسن بكتير فشخ من مراكز البيانات دي، وبالتالي مراكز البيانات دي كلها مش هيعرفوا يعملوا بيها حاجه، بالتالي فقاعه هتنفجر. ده سيناريو من السيناريوهات، بس عشان كده الفقاعه دي بتتشبه بفقاعه الدوت كوم. وبما ان انفيديا قلب الموضوع ده كله وقلب الاستثمارات دي كلها، فبالتالي هي بقت تو بيج تو فيل. لو وقعت ففي الاغلب اقتصاد العالم كله هيتاثر بشكل كبير. بس بما ان الفقاعه دي تاثيرها باين قوي كده، هم مش المفروض ان هم يخلي بالهم يعني يبقوا عارفين ان في حاجه زي كده هتحصل؟ هنا بالظبط الطمع في مين هيحكم المستقبل، مين هيقدر يطور الاي اي بشكل اسرع، بالتالي هيكتشف ايه دي اي مودلز الحاليه بتبقى شغاله ان هي ليها وظيفه واحده بس وبتعملها، يعني هي معموله عشان تعمل حاجه واحده بس. لكن الاي جي اي لما نوصل له هي حرفيا معموله عشان تعمل عمل الانسان. يفرق ايه الاي جي اي عن الاي اي مودلز الحاليه؟ ان هي بتقدر تعمل حاجات مركبه في نفس الوقت. يعني كل نموذج ذكاء اصطناعي من الموجودين حاليا بيعمل حاجه معينه، هو يقدر يعمل كل الحاجات دي مع بعض، وبالتالي يبقى شبيه للانسان بشكل او باخر. وده المطلوب عموما، ان هو يبقى بيواكب ذكاء الانسان. كان في شخص فاهم في الطب، بعد كده قام راح اشتغل عمل فيلم، بعد كده قام رايح مش عارف عمل ايه، كل الحاجات دي من دماغه، هو دماغه شغاله ان هو يعمل الحاجات دي، بالتالي مبقاش في فرق كبير بينه وبين الانسان لحد ما. والاي جي اي بما ان هو الاذكى تلاقيه ان هو متحكم في الوقت ده، وبكده نقدر نقول انه هيبقى اخر اختراع في تاريخ البشريه. بس هنوصل لايه تاني؟ يخترع حاجه تانية؟ ليه هنحاول نبتكر او نبدا في اي حاجه اصلا؟ ليه هنبقى بشر؟ ليه هنحاول نفكر؟ بس ايش دي حاجه ممكن نوصل لها ممكن نوصلهاش، يعني في علم الغيب لسه في خلال سنتين 3 ل4 الجيل 5 كمان ما نعرفش. بعيدا عن المستقبل، فكره ان احنا حاليا اصلا يعني في مصيبه كبيره. الاي اي اللي احنا بنتكلم عليه طول الفيديو ده محدش عارف هو شغال ازاي بالظبط، يعني احنا عملناه بعد كده مش عارفين هو جواه اصلا بيفانكشن ازاي. اذا كان انت عامل او انت مستخدم او ايا كان، عمرك ما هتقدر تتوقع الحاجه اللي هو هيقولها. بمجرد ما بتبرمج البوت ده هو شغال مع نفسه براحته، وده اصلا كان شيء متوقع من زمان. خليني اقول لك ازاي اي اي بالشكل الحالي كاي اي مودلز هو موجود من زمان، ممكن من 2016 كمان. استاذ محمد جودت هو شخص مصري كان شغال في جوجل في 2016، وكان تخصصه كان في الاي اي، كان تخصصه في الاي اي، ودلوقتي هو بيلف الاعلام عشان يندد بمساوئ الاي اي. يعني لما طلع مع انس بوخش في البودكاست، فهو قال اكتر حاجه رعبتني في العموم من ساعه ما عملت ريسيرش على الاي اي ده، كانوا كل اللي شغالين في مجال اي اي في الوقت ده كان عندهم 3 رولز غير معلنه. شات جي بي تي كسر كل القواعد اللي احنا كنا متفقين عليها، الناس اللي هي مهم بالنسبه لها ان التكنولوجيا تخدم البشريه، لحد ما نضمن امان الذكاء الاصطناعي ما تحطوش على شبكه الانترنت. نمره 2 ما تعلموش يبرمج، ابوس ايدك ما تعلموش يبرمج، تمام. نمره 3 حاجه اسمها ايجنتس. يعني الاي اي قبل ما يطلع للنور ما كانش معروف مدى خطورته اصلا، وكانت الحجه ان ده اوبن سورس وان احنا اللي هنعمله بس عشان ما فيش حد تاني. الناس لا تشات جي بي تي بقى اوبن سورس، وهو في الاغلب هيبقى السبب في الخطوره اللي احنا فيها دلوقتي. سام التمان حتى العالم كله تحت مشارف مخاطر كتيره للاي اي، ومنها ان الاي اي بدا يستبدل الناس اصلا في شغلهم حاليا. يعني هو ده مش خيال علمي، هو مشاكل اقتصاديه ان كل الشركات اللي شغاله حاليا دلوقتي بالاي اي هي ما تعرفش بيخش لها دخل ازاي. هم بيخش لهم دخل من الاشتراكات، الدخل ده ما بيكفيش مدى المصاريف اللي بيصرفوها، مع ان الاي اي دلوقتي هو اكتر حاجه بيتم الاستثمار فيها اصلا. وكانت ايه حجه سام التمان في الاول لما قال له هنجيب فلوس منين عشان نوفي المصاريف اللي احنا هنصرفها على الاي اي ده؟ هنبرمج شات جي بي تي لحد ما يتطور بشكل كبير جدا، بعد كده نساله ممكن نجيب فلوس منك ازاي. دي كانت حجته. ايوه تقول الفيديو اللي انا جايبه ده من 2019، طب وبرنامج صوره؟ طب سام التمان لحد دلوقتي ما يعرفش يجيب فلوس ازاي من الحاجه اللي هو بيعملها، لدرجه ان برنامج صوره بيستخدم $5 على الفيديو ولحد دلوقتي ما يعرفش يجيب مصاريف منه ازاي. وتخيل ان ده هو نفس الشخص اللي بيقول يا جماعه ادوني كل موارد العالم وهعيشكم في جنه، ادوني الموارد الاقتصاديه، الموارد مش عارف، ادوني السياسه بتاعت العالم كله، وانا
ضحى بقى وعمل حاجه مصيبه في العالم كله، او على الاقل مش عارفين مدى خطورتها، وساب ايده ومشى. كل الشركات دلوقتي بتستثمر في الاي اي، بس اكيد العالم كله مش هينساق ورا العبط ده، واكيد هيبقى مدرك مدى خطوره الاي اي. China, 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 China. الاي اي باين ان هو حاجه هتودي العالم كله في حته خطر بنت كلب، اذا كان امريكا او اذا كان الصين، الاثنين شغالين عليها مش فارق معاهم اي حاجه. بكل بساطه يعني هو مش فارق معاهم حاجه، المهم مين اللي هيكسب في المعركه. نص الحرب العالميه الثانيه هتلر بدا يعمل قنبله نوويه عشان يقدر يحسم بيها الحرب، ووقتها امريكا لما عرفت قامت اعلنت عن مشروع مانهاتن اللي هو بتاع اوبنهايمر عشان يحاولوا يسبقوا هتلر. احنا كده هنعمل سلاح دمار شامل، دي حاجه ممكن تؤدي الى هلاك البشريه حرفيا، بس يا اخي احسن ما هتلر يروح يكتشفها. من وقتها العالم كله، او ممكن من قبل كده بس انا ما اعرفش يعني، بس العالم كله ماشي بالمبدا ده، ان انا لازم اكتشف انا الحاجه الاول، انا ابقى السوبر هيرو اللي هيكتشف الحاجه عشان الجوكر التاني اللي هناك ده ما يكتشفهاش. في صراع الاي اي بقى المثال بتاع النووي ده اتعكس المره دي. الاي اي كان شغال تمام في ايدين امريكا، وان هو تمام انا حرفيا في ايدي كنز قاعدين يطوروا فيه ويصدروا للعالم كله، ما كانش فارق معاهم اي حاجه. المنافس بتاعنا اللي هو الصين احنا كده بنعمل تضييقات عليه يعني، فمش فارقه كتير. استاذ ترامب كان فاكر ان التضييقات اللي بتتعمل عليهم دي هتخليهم في الاخر ان هم ما يعرفوش يعملوا حاجه، لكن ده في الاخر جاب مفعول عكسي. اصلا هو ما كانش مدرك قد ايه دي حاجه مهمه للصين ان هم يقدروا يواجبوا في حاجه زي كده، يعني دي حاجه المفروض نوصل لها في اسرع وقت. فده خلى الصين تعمل تطور تقدر تقول ان هو من اقوى التطورات اللي حصلت في مجال الاي اي. ده خلى الصين اصلا لولا التضييقات اللي حصلت وقتها فده ما كانش هيخليهم يتطوروا بالشكل الكافي. ودي كانت بدايه الحرب البارده ما بين الصين وامريكا، لدرجه ان العالم كله حرفيا حاليا متمحور حوالين الصراعين دول. واللي عندي احساس ان الصين هي اللي هتتربع على عرش العالم بعد ما يكتشفوا الاي جي ايز. التنافس الحقيقي هيبقى من الاي جي اي بتاع امريكا والاي جي اي بتاع الصين، ومين اللي هتتطور اسرع فيهم. واظن مع الوقت ان احنا هنتكلم صيني. الغزو الفكري والثقافي هيبقى جاي من هناك. هنتعامل كلنا بالين. هنتعامل بالين ليه بقى؟ علشان هو الاي اي لما يبدا يتطور اكتر من كده ويبدا ياخد الشغلانات عموما، فهيبقى في حاجه اسمها يونيفرسال بيزك انكم، ومحدش بيشتغل عموما. بس في نفس الوقت اليونيفرسال بيزك انكم دي حاجه بالنسبه لي انا على الاقل تقلق الناس اللي ماسكين العالم عموما، او الراسماليين حتى لو في الصين. الناس دي طبعت مع إبادة أهلنا، أو طبعت مع السكر، طبعت مع السجاير، أو لسه مساهمين في تخريب الطقس بتاعنا، او حتى مطبعين مع الاي اي. تخيل ان هم دول اللي هيبقوا ماسكين العالم في وقت ما بعد كده، بما ان مش هيبقى فيه ولا تفكير ولا وعي، بالتالي هيبقى في الاغلب اسهل ان هم يعملوا اللي هم عايزينه.